جلسوا يا سيدي وصلوا على النبي المختار، واللي يسمع كلامي يربح العفو والغفران. في زمان كانت فيه النية قاضية حاجة، والناس على نيتها تنعس وتفيق. كانت واحد الهدامة الماكرة سميتها لالا غيتا. المرأة ما كانتش سحارة في الرقد القلوب، ولا كتقرا اللوح بالمقلوب. غيتا كان سحرها في لسانها، وعقلها يوزن قبيلة ديال الشيوخ. مات رجلها وخلى ليها بنت وحدة سميتها نور الصباح. كانت وردة مفتحة، شمعة مضوية، غزالة في الصورة، لكن عقرب في الشطارة. رضعت المكر من حليب أمها حتى ولا يجري في عروقها كيف الماء في الساقية. كانوا بجوج بحال الريح، ما عندهم وتد في أرض ولا سقف يجمعهم. يخرجوا من بلاد ويدخلوا بلاد، وحيلتهم وحدة. دخلي أمها لبسة الثوب الأبيض والوقار، وخرجي بنتها مصيدة الهمة والهمام. في فشل يوم جديد كانت الطريق غابرة، الضباب مغطي كتاف الجبل. غيتا جاية جرة حمرها المتقل، ونور الصباح تحتها، عينيها بحال الصقر كيشوفوه هنا وليه. لعل سيطيحوا على صيد تمين، ولا شي ملهم زين نصبوا عليه. اسمها بنتي نور الصباح، هاد بلاد اللي داخلين ليها بلاد الخير والخمير، ناسها جبعانين حتى عمد ليهم العين على الحيلة. تما في كيسكنوا الحوتات الكبار اللي كياكلوا الصغار. اليوم ندخلوها دخلت الطاهرات العابدات. بغي تمشي تقعد وعينك في الارض، ولسانك ما ينطق غير بالحمد والاستغفار، والمنديل زيريه على راسك. تفهمنا؟ نور الصباح تبسمات وغمزت امها. امي، واش تعلمي الحوت يعوم في المرقى؟ انا قاريه اللوح قبل ما يكتب فيه القاضي حرف. هاد البلاد نخرجوا منها بذهبها، والناس كيدعيو معنا بالخير، ويمشي كبيرها تالف. ما عرفوا واش طاح من السطح ولا غرق في الساقية. وصلوا لقصبة التجار، بلاد عامرة بالحوانت، ريحة العود والقرنفل عاطية من البعيد، والحرير معلق في الحيوط. تما في كاين الهمزة والكبير اللي ما طيح كلمته، هو الحاج الصديق. راجل شيباني شبعان مال، لكن شحيح وحاضر يالو بحال عينيه. دخلت يا سيدي لغاية لقصبة التجار، وهي مهدبة لابسة حيك مرمى ابيض، وشادة في يديها سبحة من العود. فمها ما كيحبش من الاستغفار بصوت مسموع، وراها زبيدة مغطية وجهها، ما كيبان منها غير العينين تيدمعوا بالبصلة اللي دارت في كمامها. أقصد نيشان أكبر حانوت في السوق، حانوت الحاج الصديق اللي كان جالس على مخدة الملف الفاسي، وقدامه صندوق الخشب اللي فيه الرزق كله. لغيتها تنهدات ونزلت دموعها. السلام عليكم يا أهل المروة والخير، واش في هاد البلاد الشريفة كاين شركن فين ترتاح أرملة مسكينة وبنتها اليتيمة اللي غدر بهم الزمان ومات مولا دارهم في طريق الحج؟ وقف الحاج الصديق، شاف الحي كنقي والسبحة ديال العود، وبانت ليه النخوة. هادو باين عليهم ماشي طلبة ديال الزنقة. الحاج مسح لحيتو الشيبة وقلب صوت وقور. وعليكم السلام لالا، مرحبا بكم في بلادنا، هنا الخير كله. مالك لالا باكية شاكية؟ شكون نتوما ومنين جيتو؟ أنا سيدي أرملة الشريف السبتي، كنا سيدي غادي لبيت الله حتى خرجوا لينا تاع الطريق، داو لينا الفضل وراس المال ومات الراجل بالفقصة. يا أنا ما بقى عندي غير هاد البني اليتيمة،
واحد الأمانة خبيتها في حزامي، أمانة غالية ما يشوفها غير راجل ثقة. خفتي يشمو ريحتها الشفارة وما يطلع عليها النهار. الحاج تحرك وفيه رقد معقل المروة. أمانة غالية كلمة طاحت في ودنيه بحال صوت الذهب. لا حول ولا قوة إلا بالله. واش ما تشريس؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. هاد البلاد بلادكم، عندي واحد الدويرة نقية وقريبة للجامع، نخليكم تجلسوا فيها بلا كرا غير لله في سبيل الله. والأمانة اللي عندك على الله حطيها عندي في الصندوق مأمنة. فين كيبا ترزق التجار، ما يقيسوا لا فار ولا شفار. انتقص نور الصباح باكية. الله يرحم لك الوالدين عمي الحاج، حيت تستر هاد اليتيمة. ولكن مي ما كتحط الأمانة حتى تكتب سك الأمانة عند العدول هكا وصانا با الله يرحمه. قال لينا المال يدوز على الوراق باش النية تبقى نقية. الحاج صدمه، حيت الراجل اللي كيبغي ينصب كيرتاح ملي كيشوف اللي ينصب عليه. باغي يكتب بالعدل، ذهب الإرقدية فيها الصح. ونعم الرأي، نمشيو دابا لدار العدول ونكتبو سك الأمانة، ومن تما تشوفو الدويرة وترتاحو فيها. ومشاو يا سيدي لدار العدول. لالا غيتا جبدات من حزامها واحد السر من الحر الخضر تقينة ومرسمة مزيان، وقالت قدام العدول: هاد الأمانة فيها الجوهر مورث من جيل لجيل، ودبالج من الذهب وشي حاجات أخرين. هاد الشي كامل ساوي شي 100 مثقال من الذهب. بغيت نحطها عند الحاج الصديق حتى يسهل الله ونرجع لبلادي. وتكتب يا سيدي الصك: الحاج الصديق قبل السرة المختومة من يد الرمالة غيتا، وإلا مشات حتى ضاعت يرد قيمتها 100 مثقال ذهب. كلشي تم بالشهود العدول، لكن اللي ما عرفوش الحاج الصديق هو أن السرة اللي جمعت قدامه غيتا بدلتها فرمشت العين وهما في الطريق. بسرة فيها غير حديد مصبوغ تيبان بحال الذهب. دازت يومين وغيتا وبنتها ساكنين في دار الحاج. وفي الليلة الثالثة ناضت دارت واحد الحيلة كبيرة، مشات لوسط السوق بالليل وبدات كتغوت رب اللي خلقها حتى حانوت الحاج. عتقوا يا عباد الله، وعباد الله عتقوا الروح، الشفارة الدولين رزقنا، حانوت الحاج صدق تفرقع بابه وتهرس قفله. تجمعوا يا سيدي حراس الليل والناس، وبصح لقاو القفل مهرس، ويتا هي اللي هرساتو بالمهراس. دخل الحاج مخلوع تيتعطر فاش ليلو، لقى الصندوق الكبير مهرس والفلوس اللي مخبي فيه ما قرب ليهم حد، لكن السرة الخضرا اللي عطاتو غيتا ما كايناش. وبيني وبينكم غيتا دخلات وهزاتها. نور الصباح جات كتجري وطاحت على الارض وهي تتبكي وتنوح. مشى رزق اليتيمة، مشى جوهر الجدود، الله ياخذ فيك الحق صدق، ضيعتي امانتنا اللي كتبنا عند العدول. اتخلصوا دابا ولا نمشيو عند القاضي. الحاج وجهه ولا صفر. لا غيتا، راه حتى انا هرسوا لي القفل، واش انا اللي سرقت راسي؟ الحاج القانون كيعرف الصك والعدول. الصك كيقول باللي الامانه في حمايتك، والا تخلص 100 مثقال ذهب. واش بغيتي تشوه سمعتك بين تجار القصبه ويقولوا الصدق كلا رزق الارمله واليتيمه ودار حيلة السرقه باش يشفر الجوهر؟ الحاج خاف على سميتو تجارته اللي كتسوي المال كتير، وعرف باللي وعل في الشبكه وما يخرج منها غير بالفدعه. جلس يبكي ويطلب، ولا غيتا شاده في كلمتها، اما المخزن ولا العدول.
شاف حتى عيا وجبد ليهم صرة فيه 100 مثقال من الذهب الخالص في ديال الأمانة اللي ضاعت في حانوتو. خداتها غيتا وبنتها ومسحو دموع الغدر. الله يخلف عليك الحاج، عذرناك حيت راجل طيب، وحنا غنمشيو بحالنا من هاد البلاد اللي ما بقى فيها امان. وفي نفس الليله جمعوا حوايجهم وركبوا على الحمار، خرجوا من باب القصبه مخليين الحاج كيضرب يد في يد، ما عرفوش بصح تسرق ولا غدروا بيه وداو ليه الذهب وخلاو ليه حجر الوعد. يمو يا سيدي ويا لالا، غيتا وبنتها قطعوا بلاد ووديان حتى بداو يشموا ريحة البحر، ريحة الملح والحوت المشوي وصوت الفلايك وهما كرساو على الرملة. وصلوا لحوم الصيادين، بلاد ناس هاكين ياكلوا من البحر، قلوبهم قاصحة بحال الصخر لكن نيتهم واسعة بحال الموج. كبير هاد البلاد هو الرئيس علال، رجل عنده 30 فلوكة، لحيته بيضة وعينيه حمرين بحال المرجان بسبب سهر الليل في البرد. الرئيس كان معروف بلي هو الراجل اللي ما يقد عليه غير الله، فارض كلمته على الكبير والصغير وما كاين اللي يحاسبو. كان عنده ولد واحد سميتو موسى، شبنية بزيادة ويديه مطلوقة بالخير ومقطر لبوه من العين. تلفتت غيتا عند بنتها وهما كيشوفوا في الفلايك من البعيد. شوفا بنتي، هاد البلاد ناسها كيعرفوا الموج والريح، ما كيخلعهمش البكا. هنا نديرو حيلة أخرى، هاد المرة ما نكونش الهشالة الباكية وإنما الشريفة الهاربة بدينها وبنتها من ظلم أهل راجلها. بغيتك تباني بحال النجمة اللي طاحت من السما، حيت ولد الرئيس هو الساروت ديال هاد النصبة. دخلوا الحومة وكراو دار صغيرة قريبة للمرسى. لالا غيزة ما مشاتش للسوق وإنما مشات لدار اليسامة وبدات كتفرق الخبز والحلوى على الوليدات، ونور الصباح تتمشى معاها بالنخوة مغطية وجهها ومرة تتهبط للتام. شافها موسى ولد الرئيس علال وهو تايس بالشبكة، طاح الحوت من يديه وعقلو طاح معاه ومشى كيجري عند بواه. با الرئيس، شفت اليوم في دار اليتامى واحد البنت عمري شفت جمالها، بنت شريفة وباينة بنت العز والجاه، بغيت نتزوجها با. شوف وجهها ليا ولا نطج وما باقي تشوف وجهي. الرئيس ضرب يدو على فخدو وضحك. دابا على ود مرا بغيتي تطج، الصياد بحالي عمرو يغرق في غرف ديال الماء. نمشيو عندهم ونعرفوا أصلهم وفصلهم، إلا كانوا ناس ديال الهمة نخطبوها ليك بمالنا وفلايكنا. ومشى الرئيس علال ومعاه ولدو موسى، هسن معاهم قفة ديال الحوت الكبير وشنا خيرات. دقوا الباب، خرجت لالا غيتا بوقار الشرفة. مرحبا ونهار كبير، هذا الرئيس علال، عرفناك بكرمك في هاد البلاد، لكن حنا غير عابرات السبيل، ما جينا نطلبو حد ولا بغينا نتقلو على حد. حنا الشرفات قطع بينا الحبل من بعد ما بغاو الراجل ياخدو البنت رزقها الا خلى ليها بوعها. والرئيس شاف النخوة والذهب اللي في اليدين والعناق وبقى غير تيضوى في عينيه. لالا الشريفة، ولدي موسى بغى بنتك على سنة الله ورسوله، وحنا هنا مالنا في البحر والبر. قولي لي شحال صدق بنتك ونحطو لك دابا فوق الطابلة. غيتا تبسمات. صدق بنتي ما كيتوزن بالمال الرئيس، بنتي صدقها كلمة وعهد، وباش نعرفو ولدك يقدر النعمة صدقها هو حوتة القدار. الرئيس تعشب. شنا هي هاد حوتة القدار؟
غادي تخرجوا غدا ان شاء الله للبحر مع الفجر، تجيبوا لي اكبر حوته في الشبكه، نحلوها بيدينا، وإلا لقينا فيها الخير أيكون هذاك هو الفال والصداق. لكن بشرط قبل ما تخرجوا أتحط عندي سوارة مخزن سلعتك كأمانة وضمانة باللي كلمتك وحدة حتى ترجعوا. الرئيس علل حيت كان صياد شاطر باللي الشرط ساهل، حط سوارة المخزن فوق الطابلة وقال: هادو هما سوارة الرزق، خليهم عندك. الفجر نكون في البحر وأكبر حوتة نجيبها لك لاله الشريفة. الفجر يا سيدي مازال حتى ما طلع، كان الرئيس وولدو معهم البحر دخلوا البحر اللي كان هادي ورماو الشبكة. في هاد الوقت عيطو بنتها ما نحسوش، هسو السوارت ومشاو للمخزن اللي كان عامر بالبرامل ديال الزيت والحوت الغالي المملح. غيتنات مجدة تجار كبار من بلاد أخرى اتفقت معهم في السر نهار قبل بلي هي وكيلة الرئيس علال وباغا تبيع السلعة كاملة حيت محتاجين الفلوس. جاو الكرارس والعربات بالليل، حلوا المخازن بالسوارت وهزوا السلعة كاملة. تجار خلصوا غيتا بالذهب والفضة حيت بعت ليهم بثمن رخيص. باللي سالاو سدوا المخزن كيف ما كان وردوا السوارت بلاصتهم. ومع الظهر يا سيدي رجع علال وولدو فرحانين هازين حوتة كبيرة كتلمع بحال الفضة ومشاو عند غيتا. هانت لاله الشريفة، هادي هي الحوتة اللي طلبتي. شوفي تبارك الله قداش هذا هو صدق بنتك. خدات الحوتة وحلت ليها كرشها قدامهم وخرجت منها ختم ديال النحاس مسطي، وغيتا كانت خشاتو فم الحوتة بخفة اليد ملي عطاها ليها. لا حول ولا قوة إلا بالله، هدف الخايب الرئيس. الختم المصدي كيقول باللي زواجهم فيه الغدر والخسارة، هاد الزواج ما يمكنش يكون. خد سوارتك يا سيدي وها هي حوتك، وحنا نجمعوا حوايجنا ونمشيو قبل ما ينزل البلا على هاد الدار. دازت ساعة ومشى الرئيس للمخزن باش يبرد غدايتو في الخدمة. حل باب السوارت لقى المخزن بحال الصحراء، ما كاين لا برميل زيت ولا صندوق ديال الحوت، غير الفيران تهيدر والريح كتصفر. الراجل طاح ليه الماء في الركابي، شف السوارت اللي في يده وغوت به على صوته: صيدت الحوت كله اللي في البحر، واليوم صيدتني حوتة في البر. مشى ليا الفضل وراس المال. غيتو بنتها كانوا في هذاك الوقت قطعوا الغابة بالذهب الجديد اللي يزيدهم قوة وشطارة. الحكاية يا سيدي مازال غدا وكتزيان والهمزة كتكبر. وصلوا هاد المرة لبرج الملح، واحد البلاد مبنية فوق أرض مالحة، ناسها كيتجاروا فوق هذا الذهب البيض اللي كتصدر لكل مكان. الملح تما أغلى من القمح، وكبير هاد البلاد هو القاضي بوبكر. الراجل كان قاري وعارف القانون، يقج الظالم وما تفوت ليه الصغيرة ولا الكبيرة. كان معروف بقصحيته وعاجبو راسو، كان ديما كيقول: أنا عقلي يوزن بلاد وما كاينش اللي يغلبني بحجة ولا حيلة. وقفت غيتا على عتاب المدينة وقالت نور الصباح: ها حنا بنيتي وصلنا لراس المحنة. هاد الراجل قاضي وعالم، ما تيمشيش بطمع المال ولا بجمال النساء. هاد الراجل كيمشي بالأنفة والجاه. حنا ندخلوا بحيلة النسب الشريف والحق المظلوم. فهمتيني ياك بنتي؟ فهمتك أمي. ولبسوا حوايج اخرين، هاد المرة حوايج الديباج والحرير، وداروا براسهم عائلة من كبار القوم هاربين من فتنة في بلاد بعيدة. وقصدوا يا سيدي دار القاضي بوبكر في الجمعة
حيت كيكون عنده ديوان المظالم مفتوح للناس. دخلت غيتا وبلست هازة راسها وحدها بنتها بحال الأميرة. القاضي شاف الهيئة وحس بالهبة. مرحبا بالوجوه النيرة، باين عليكم أهل الجاه والعلم. شنو هي شكوتك يا لالا؟ تكلمت غيتا بصوت فصيح وموزون. يا قاضي البلاد وحامي العباد، أنا الشريفة لالا خديجة وهذه بنتي عائشة. مات راجلي وخلى لينا الخناشي ديال الذهب الموروثة من جدادنا، وحيت احنا غريبات في هذه البلاد خفنا على رزقنا وجينا نطلبوا منك ماشي تخبيه عندك، وإنما تبيع لينا برج الملح القديم باش نديروا فيه رزقنا ونعيشوا في أمان. القاضي شاف القضية فيها البيع والشراء قانوني، والبرج أصلا مشهور حتى ما عنده غرض فيه، ويقد يبيعوا لهم بثمن غالي ويدخل الفلوس للخزينة ومنها ياخذ نصيبه بحلال القانون. يا لالا نقدو نبيعوه ليك، ولكن راه ثمنه 100 مثقال ذهب، حيت ساسو صحيح ومبني قديم. قبلنا الثمن سيدي، لكن حنا الشرفة ما كنهزوش الذهب في الزناقي. غدا ان شاء الله صيفط معنا العدول ديالك لوسط البرج، تما نحلو الصندوق الكبير اللي جبنا معانا ونعطيوكم حقكم ونكتبوا عقد البيع. فاتك الليله لالا غيتا ونور الصباح مشاو للبرج المهجور بالسر. عرفتوا شنو داروا؟ جابوا صندوق كبير ديال الخشب وعمروه بالملح ديال البلاد حتى للفم، وجاو من الفوق وستروا الملح بطبقة رقيقة ديال الذهب اللي سرقوه من الحاج الصديق والرئيس علال. اللي يشوف الصندوق تحل يبان ليه كله ذهب كيشحل. لغط في الصباح شا القاضي بوبكر حيت بغا يشوف الصندوق ديال الذهب ويثبت العقد ومعاه جوج عدول. دخلوا البرج لقاو لالا خيتا وبنتها جالسين. مرحبا بسيد القاضي، ها هو الصندوق قدامكم، حلوه وشوفوا الرزق. حل الصندوق وبان ليه الذهب كيزغرت من الفوق. فرح يا سيدي وقلعدو لي كتب العقد، لكن نور الصباح جمعت وقفه وتقدمت عنده. سيد القاضي، بغينا نكتبو في العقد واحد الشرط مؤكد، باللي هاد الصندوق بمال ورزقه هو ملك البيت المال بمقابل البرج، وما يحق البيت المال يطالبنا بحبه وحده اخرى من الذهب، وحنا ما نردوش البرج واخا يبان لينا فيه العيب، والبيع بيننا قاطع مانع ما فيه رجعه. القاضي تبسم وعجبو الحال، اسحب ليه البنت هبيله. وينها ما الشرط؟ هكذا غادي تثبت الحقوق. تكتب العقد وتختم بخاتم القاضي والعدول. لالا زبيدة وبنتها خداو نسخة العقد. ايوا دابا نمشيو نجيبو فراشنا من دار الكرا ونرجعو نسكنو في برجنا الجديد. الصندوق ها هو في حمايتكم. خرجت غيتا وبنتها خفاف، والقاضي بوبكر عيط على الحراس. هز الصندوق وديوه لخزينة بيت المال. وهكذا كان. هزوا الحرس الصندوق اللي كان ثقيل بزاف، وواحد من الحراس تعثر في الدروج وطاح الصندوق وتفرقع غطاه. وهنا كانت الصدمة اللي بكات القاضي. الذهب اللي كان فوق تشتت وبان تحته الخناشي ديال الملح الابيض، الصندوق كله ملح، والذهب اللي فيه ما كامش حتى 20 مثقال. القاضي تصدم وعينيه خرجوا. الصبات داروها بيا، عيطوا على العسكر يجيبوهم دغيا. العدول شفت العقد وقراه هو كل ترعد. سيد القاضي، العقد اللي ختمتي عليه يقول باللي هاد الصندوق بمال ورزقه، يعني كيف ما هو في مقابل البرج، وما يحق البيت المال يطلب حبة أخرى من الذهب. وهما ما قالوش باللي كله ذهب، قالوا هالصندوق وهرزقنا، وإلا شكينا بيهم دابا
يقولوا قدام السلطان باللي القاضي بدل الذهب بالملح حيت الصندوق بقى تحت يدو حر راسو بعد ما ختمنا العقد، وحنا اللي نطلعو شفارة وظلمنا الشرفة. جلس القاضي على الأرض وحط يدو على راسو وهيبتو اللي بناها سنين طاحت في الشبر ديال الملح. لسانو تعقد عليه حيت الحيلة مسبوكة بالقانون ديالو، أو ما بقى لي غير يسكت ويخبي الفضيحة باش بلاصتو ما تطيرش. أما لالا غيتا وبنتها فكانوا في هذا الوقت باعوا البرج بعقد رسمي لتاجر آخر في هذيك البلاد بنص الثمن، وخرجوا من البلاد وهما كيضحكوا. الملح بنتي كيدوز في الطعام، واليوم دوزناه على عقل القاضي الهمام. وعاود شدوا الطريق حتى وصلوا لبلاد واحد النخيل، بلاد بعيدة في الصحراء فين كاين الشمس والنخيل وناسها معروفين بالشهامة والكرم. لكن كبرهم الشيخ منصور كان راجل متكبر كيشوف راسو فوق كل شيء، تيبغي سميتو تكتب في التاريخ وباللي هو صاحب أكبر دار وأكبر بير في الصحراء. لالا غيتا وبنتها بعد ما جمعوا ثروة كبيرة من البلدان السابقة، هاد المرة ما جاوش بحال دراوش، جاو راكبين على خيل مسرج ومعاهم خدم كراوهم من بلاد قريبة ولابسين نفس الملوك. دخلوا الواحة واستقبلهم الشيخ منصور في خيمته الكبيرة اللي مفرشة بالزرابين الأصيلية. مرحبا بالشان والهمة، نورتوا واحدنا، باين عليكم من سلالة الملوك والأمراء. ايه يا شيخ منصور، حنا احفاد السلطان القديم، جينا لهاد الواحة بعد ما سمعنا على شهامتك، ما بغينا مالك ولا طعامك، جينا نديرو معاك شركة العمر. عندنا خريطة قديمة ديال بير الذهب اللي دفنوه الجدود هنا في وسط الواحة ديالك. هاد البير فيه ذهب مصاوب من عهد الرومان، بغينا نحفرو والنصيب يكون النص بالنص. اش بان ليك؟ الشيخ يا سيدي طار عقلو. بير الذهب في واحتي، وحدكم والحفارين موجودين، وراوني فين كاين هاد البير ونبداو الحفير دابا. بلاتي يا سيد الشيخ، الحفير في أرضك كيحتاج رضا القبيلة باش العيون ما تحسدناش والخدم ما يسرقوش الذهب من الليبان. الشرط ديالنا هو حنا نعطيوك الخريطة الأصلية ونحطو في خيمتك 100 مثقال ذهب كتصديق وضمانة على صدقنا، بالمقابل تكتب لنا التنازل على أرض الواحة الشرقية لمدة شهر واحد حتى نخرجوا الكنز، ومن بعد نردو لك الأرض وتاخد نصيبك ديال الذهب الخالص. وهكذا أنكونوا حامين راسنا بالقانون إلا نكرتونا بعد ما يبان الكنز. الشيخ يا سيدي شاف 100 مثقال ذهب حقيقي محطوط قدامه، وشاف الخريطة اللي رسمتها غيتا بالحنة والقهوة ولات كتبان قديمة، وبان ليه راسو هو الرابح في كل الحالات. الأرض ترجع ليه بعد شهر والذهب دابا في يدو، وكنز الرومان يخليه أغنى راجل في الصحراء. وكتب التنازل على الواحة الشرقية اللي كانت هي قلب البلاد فين كاينين عيون الماء والحقول الكبار ديال النخل. وبدا الحفير، الشيخ جاب 100 رجل من القبيلة وبداو كيحفروا ليل مع نهار في البلاصة اللي بيناتها الخريطة. حفروا غرقوا والو، غير الرملة والحجر. دازت 7 أيام والناس مشغولة بالحفر والطمع في الكنز. وبدا الحفير، الشيخ جاب 100 رجل من القبيلة وبداو كيحفروا ليل مع نهار في البلاصة اللي بيناتها الخريطة. حفروا غرقوا والو، غير الرملة والحجر. دازت 7 أيام والناس مشغولة بالحفر والطمع في الكنز. في هذا الوقت اشنو دارت لالا غيتا وبنتها؟ بعقد التنازل على الواحة الشرقية
مشاو يا سيدي عند تجار كبار ديال التمر في البلاد المجاورة وباعوا لهم حصول النخيل الواحة، وكراو عيون المال بدو الصحراء شحال من شهر لقدام، وشدوا الفلوس كاملة تسبيق كلشي بالقانون وبورقة التنازل اللي في يديهم، وجمعوا يا الحباب اموال كتفوت كنز الرومان. وفي الليلة اللي وصلوا فيها الحفار للحجر وما لقاو والو، الشيخ عيا ودخل لخيمته باش يرتاح ويسول الشريفات. ملي دخل لقى الخيمة خاوية والخريطة مرمية في الأرض ورسالة صغيرة مكتوبة بخط غيتا: الشيخ الواحة، الكنز الحقيقي ماشي تحت الأرض، الكنز هو العقل ملي كيطير مع الطمع. حفرتي البير مزيان؟ ايوا دابا سد الحفرة وشرب من عيون الماء اللي كريناهم البدو الصحراء لمدة عام. بالسلامة بالسلامة يا مول بير الذهب. خرج الشيخ كيغوت بحال الحمق، لقى لاله زبيدة وبنتها غاديين راكبين على خيلهم السريعة ومخلين وراهم الشيخ والقبيلة مصدومين. غيث وبنتها ضربوا الفيافي والقفار، قطعوا الجبال العالية اللي فيها الشجر كيتمايل مع الريح حتى وصلوا لقصبة العرعار. هاد البلاد يا حضار معروفة بالخشب النفيس والزراب الحرة اللي كيخدموهم العيالات بالصوف المسبوغ بالنيلة والمرجان. نسحة تجار كبار، لكن كبيرهم وسيد سوقهم هو المعلم بوشمعة اللي كان راجل كبير في السن، عينيه ضيقين من الشوفة في النقش ويديه مفصلين على العود والذهب. كان معروف باللي هو شحيح ويدو ما كيوصلوا لجيبو. الرجل ما يفرط في الدرهم وخا يموت بالجوع، لكن كانت عنده نقطة ضعف وحدة: عشقو للزرابي القديمة اللي فيها ملكية الملوك. وقفت لنا غيتا على عين البلاد وقالت لبنتها: شوفي بنتي، هاد بوجمعة راجل كيحس بالنفس اللي كتدخل وتخرج من صدره، هذا ما ينفعش معاه الخوف من المخزن ولا طلب الزواج بالبنت. هذا ندخلوا ليه من عين الإبرة ديال العز، نبيعوا ليه سر الملوك اللي مخبي في الزربية القديمة. دخلت لاله غيثا البلاد، هاد المرة ماشي كهجالة فقيرة ولا شريفة هربانة، وإنما كتاجرة ديال الكنوز. كانت مخزن وسط القصبة وجابت معها زربية قديمة بزاف، كان شراتها بريال من واحد الشبانية في طريقهم. وبذكائها خدات هذيك الزربية، صبناتها بماء الورد والعرعار، وشدت السلك ديال الفضة والذهب اللي كان عندها من نصيب القاضي والرئيس علال، وبدات كترز في السر في قنت الزربية بحروف قديمة كتسوى العجب، وكتبت في الحاشية: إنها ملك السلطان الأكبر اللي لقاها ملك سرار الخزينة. وداس ليام وشاعت الخبر في السوق باللي كاينه واحد التاجرة غريبة حاطه في مخزنها زربية ما كاينش بحالها عند الانس ولا الجن، وما بغات تبيعها لحد. سمع المعلم بوجمع الخبار وطار الناس من عينيه ومشى كيجري للمخزن. دخل لقى لاله غيتا جالسه والزربية محطوطه ومغطيه بثوب ابيض ناصع. السلام عليكم لاله التاجرة، سمعنا في السوق باللي عندك زربية من أثر الملوك وجيت نشوفها باينة، حيت أنا هو كبر الحرايفية في هاد البلاد وما تدوز عليا حتى حيلة. وعليكم السلام المعلم، الزربية اللي عندي ماشي لبيع للتجار العاديين، هذه زربية حسناء السلطان، فيها خريطة ديال الذهب مكتوبة بالسلك الحر في الحواشي. أنا جبتها هنا غير باش نلقى شي راجل امين يقيمها بثمنها ويخبيها عنده حتى يجي الشاري الكبير من الهند. عين المعلم بوجمعة خرجوا من اللي اسمها السلك الحر وخريطة الذهب. قرب للزربية وهزت غيتا الثوب الابيض بالشوية، بلا سلك الفضة والذهب كتبارق في الظلام.
وقرا الحروف المكتوبة. الراجل قلبه ولا كيدق بحال المهراس. لا هاد الزربية ما خصهاش تخرج من القصبة، انا نشريها منك بداك الشي اللي طلبي، قولي تمنها نحطو ليك دابا. المعلم بوجمع، الزربية ثمنها 300 مثقال من الذهب، لكن أنا ما بغيتش الذهب دابا، أنا محتاجة ضمانة للسلعة ديالي. أنت عندك أكبر خزين ديال الخشب والعرعر في القصبة، تعطيني سند الملكية ديال الخزين وتخليه عندي 7 أيام نعطيك فيه كرا السلعة وندفع لك 100 مثقال الأولى في يديك. إلا ما جاش الشاري الكبير في هاد 7 أيام أيولي الخزين والزربية ديالك. المعلم حسبها بعقلو، الخزين ديالي ساوي 400 مثقال والزربية فيها سر الخزينة يسوى الآلاف، و100 مثقال اللي تعطيني ما نردهاش ليها ملي يجي الشاري ولا حتى ملي تولي الزربية ديالي. إذن أنا الرابح. الرجل يا سيدي عمل يطمع البصيرة، كتبوا العقد عند عدو القصبة وعطاتو غيتا 100 مثقال ذهب وعطاها سنة تصرف به في الخزين، بمقابل تبقى الزربية عنده إلا ما جاش الشاري في 7 أيام ويرجعنيه الخزين وتولي الزربية ديالو. فهاد 7 أيام اشنو دارت غيتا وبنتها؟ خدات سند الخزين اللي كان عامر بأغلى أنواع الخشب والعرعر المنقوش والسلعة الغالية، ومشات البلاد مجاورة اتفقت مع كبار التجار. احنا سيدي وكلنا المعلم بوجمعة، بغينا نبيعو السلعة اللي في الخزين كاملة بالجملة حيث محتاجين الفلوس باش نبنيو ليه قصر شديد. وراتهم يرحب بالسند الشرعي. التجار شافوا الخشب الفاخر وخلصوا نور الصباح 400 مثقال ذهب وخواو الخزين في 2 يومين، ما خلاو فيه غير العجاج. وفي اليوم السادس مشات لاله غيتا عند المعلم وحطت ليه الزربية قدامه في حانوتو وهي باكية. المعلم بوجمع، الشاري الكبير مات في الطريق، ها هي زربيتك خودها برزقها وسرها، وهذا سند الملكية و100 مثقال اللي عطيتك، حيت البيع بطلب موت الشاري حسب الشرط المخفي. بوجمع طار بالفرحة وقال مع راسو، الشاري مات، إذا الزربية بقات عندي ب100 مثقال ديالي. خدا الزربية وطار بها المخزن ديالو باش يحطها في امان ويفك السلك ديال الذهب. حل الباب الكبير بالسوارد ودخل، لقى الخزينه بحال الميدان، لا خشب ولا عرعار ولا حتى سلعه غير الحيوط الخاويه. طاح الراجل على وجهه وحط الزربيه تبكي عليها. ملي قرب حمسيه لعينيه وقطع الخيوط باش يذوب الذهب، لقى السلك غير حديد مسبوغ بالخرقوم والزربية نساوية حتى 2 دراهم. المعلم غوتها سمعوها كاع أهل القصبة، داروها بيا المصطابات، داو لفضلوا راس المال وخلاو ليا الغبار. ويتو بنتها خرجوا من القصبة قاصدين أرض أخرى، عارفين باللي الجلس في بلاصة وحدة فيه المضرة ليهم. وصلوا بعد أيام طويلة لقصبة المرجان، هي بلاد ساحلية مبنية على صخر عالي معروفة بالمرجان الأحمر اللي كيخرجوه الغواصة من قاع البحر. ناسها أغنياء بزاف، لكن كبيرهم كان راجل معقد سميتو الباشا الغالي، كان قاسي كيحكم بالحديد والنار وما كيتق في حد. كان عنده حلم واحد، يلقى جوهرة المرجان الملكية اللي كتهضر عنيها الحكايات باش يهديها للسلطان ويولي هو الصدر الأعظم. ويتقرت لبنتها، هاد الباشا الغالي بنتي راجل صعيب والعسكر دايرين به بحال النمل، هذا مينفعش
ما ينفعش معاه الخشب ولا الزرابي، هذا ينفع معاه الجوهر المفقود. هاد المرة نلعبوا على عقل الباشا. هي الحباب جابت حبة ديال المرجان كبيرة، كانت صوبتها بيديها من الشمع الأحمر القاصح والمسقول بالزيت العجيب اللي كيعطي اللمعة بحال المرجان الحر، وخبتها وسط صدفة كبيرة ديال البحر وسدوها مزيان بالصمغ. ومشات عند كبير الغواصين في القصبة اللي كان راجل كبير ودرويش سميتو عم المكي. عم المكي، أنا مرة شريفة، شفت في منامي باللي انت تخرج ليا واحد الصدفة مباركة من قاع البحر فيها مرجانة السلطان. غدا إن شاء الله تنزل البحر وانا نعطيك 10 مثقال ديال الذهب باش تجيب ليا الصدفة اللي شفتها في المنام. المكي مسكين حيت نية وطمع في الأجرة، نزل البحر. غيتا كانت رمات الصدفة اللي صوبت في بلاصة قريبة من الشط بالليل. نزل المكي وجبت الصدفة، حلوها قدام الناس في المرسى وخرجت المرجانة الكبيرة كتلمع. تجمعوا الناس ووصلت الخبر دغيا عند الباشا الغالي. سيدي الباشا، عم المكي جبت مرجانة الملوك من البحر لواحد الشريفة سميتها غيتا. الباشا أمر باش يجيو عنده القصر. دخلت غيتا وبنتها للقصر العالي. الباشا كان جالس فوق كرسي ديال الذهب والحراس طايرين بيه. وريني المرجانة الشريفة. وحطتها قدامه فوقته بكحل. المرجانة كانت كتلمع وتخطف العقل. هادي ما خصهاش تخرج من القصر، هادي هي الجوهرة اللي توصلني لكرسي الصدر الأعظم. شحال ثمنها لالا؟ سيدي الباشا، هاد المرجانة ما كتوزنش بالمال، هادي جوهرة مباركة، أنا ما نبيعهاش ليك بالذهب، أنا نعطيها ليك هدية. الباشا تعجب. وشنو المقابل؟ المقابل سيدي تعطيني خاتم الأمان الباشاوي، هو الخاتم اللي كطبع به الباشا على السلعة باش كدوز من المرسى بلا تقلاب ولا مصاريف. أتخليه ليا لمدة ليلة وحدة حيت عندي تجارة ديال الحرير وبغيت نخرجها من المرسى لبلادي بلا ما يقيسوها الحراس. باش حسبها في راسو. وتعطيني جوهرة ساوية 1000 مثقال بمقابل خاتم الأمان اللي تخرج به سلعة الحرير ساوية 50 مثقال. هذه صفقة ديال الحماق. عطاهم الخاتم وخدا المرجانة خباها في صندوق ديال الحديد تحت فراشو. في هذيك الليلة خدات غيتا الخاتم ومشات للمرسى فين كاينين المراكب ديال التجار الكبار اللي هازين الذهب والحرير والعطرية للتجار في البلدان بعيدة. طبعت بالخاتم على شلة صنادق كبار بالليل على أساس هذيك سلعة تبع الباشا وغدا تباع لحسابه. وركبت هي وبنتها في أكبر سفينة غدا البلاد بعيدة وهزوا معهم الصنادق اللي تفرغات والطبعات بخاتم الباشا. ومع الفجر الباشا الغالي فاق فرحان، جبد المرجانة من الصندوق وجاب كبير الذهيبية باش يركبها ليفتش السلطان. حط الذهيب المرجانة على العافية باش يثبتها ودابت ولات غير شمع حمر كيزيل وريحته خانزة. الباشا خوت. نصابات، نصبوا عليا. جاو الحراس كيجروا من المرسى وهما كيغوتوا. سيدي الباشا، الشريفة وبنتها خرجوا بالمركب الكبير وطبعوا بالخاتم ديالك على نص الرزق اللي في المرسى وداوه معاهم في السفينة. وقف الغالي البال، وقف الباشا الغالي كيشوف في يدو اللي كان فيها الخاتم والشمع اللي دايب. سنين وانا كنصيد المرجان من قاع البحر، واليوم صيدتني قطرة ديال الشمع من يد نسا مكارات. نزلت لالا غيتا وبنتها في بلاد جديدة
بعيدة على البحر، بلاد كترزق من القمح والشعير كسميوها حومة الهوار. أرضها خضرة وسنابلها ذهبية، وكبيرها هو القايد بوشعيب اللي كان رجل غليظ كيبغي الماكلة، وعنده مخازن تحت الأرض عامرين بالقمح، ويعصر المساكين في سنين الجفاف ويبيع لهم القمح بثمن الذهب. وقفت غيثة على باب المخازن الكبار وقالت لبنتها: شوفي القايد الشبعان من جوع الناس، هذا نديرو ليه نصبة السنابل المسمومة. دخلت غيثة على القايد وهي لابسة لبس التجار الكبار. السي القايد بوشعيب، أنا تاجرة كبيرة من تجار القمح في بلاد الشام، جيت نحضرك ونربح معاك. هاد العام يجي الجراد الزرق وغادي ياكل الخضر واليابس في كاع البلاد، وما يبقى قمح غير اللي في المخازن ديالك وديالي. بوشعيب طار عقلو. الجراد الزرق؟ إيه، باش تحمي قمحك من السوس والجراد خصك تخلطو بعشبة الملح الفضي اللي عندي منها 100 خنشة. تشريها مني ب150 مثقال من الذهب ورشها على مخازنك. القمح ديالك كيبقى معزز مكرم، وتبيعو في عام الجوع بوزنو ذهب. القايد بوشعيب حيت كان خايف على القمح ديالو وثروتو، مشى تيجري وجاب ليه 150 مثقال من الذهب وعطاه ليها، وخدا منها 100 خنشة ديال العشبة اللي كانت غير تبان عادي، جمعاتو من الخلا. في هذيك الليلة مشات غيثة للمخازن ديال القايد بالسر مع الخدم اللي جابتهم معها، وفي باب المخازن علقوا علامة حمراء ورشوا الماء ديال القطران، وشاعوا الخبر في البلاد بالليل بين الفلاحين المساكين. القايد رش القمح ديالو بدواء مسموم باش يقتلكم، الحاضر يعلم الغايب. مع الصباح الفلاح وأهل البلاد ناضوا خاطبين، هجموا على الخزائن وجابوا القاضي والشهود وحلوا المخازن. لقوا ريحة القطران والعشبة عاطية. القاضي غضب: بوشعيب، بغيتي تسمم العباد؟ هاد القمح كله يتخاد ويتعطى للدراوش والمساكين بلا فلوس. وتفرق يا سيدي القمح كله على الفقراء والمساكين، والقايد تيشوف خزاينو الخاوين والذهب اللي مشى في العشوب. وملي مشى يقلب على لاله غيثة وبنتها لقى دارهم خاوية ومخنيين ليه ورقة معلقة مكتوب فيها: الجراد الزرق ما كياكلش القمح، الجراد الزرق كياكل عقل الظالم ملي كيزيد في الطمع. وبعد يا سيدي هاد الرحلة الطويلة رجعت غيثة وبنتها لبلادهم الأولى، ماشي كهجالة فقيرة وإنما كأغنى نساس منها. غيثة كانت عارفة باللي المال الحرام ما كيدومش إلا إلا تبدل بالخير. بنتي نور الصباح، درنا هاد الشي كامل حيت الزمن كان قاسي علينا، وحيت هاد الرجال كانوا ظالمين وطماعين وبكروشهم كياكلوا رزق الضعفاء. دابا عندنا الخير والبركة، الذهب اللي جمعناه نبنيو به المدارس والجوامع والسقايات ديال المال الدراوش في كاع المدن اللي دزنا منها. وبصح تبدلت حياتهم. نور الصباح تزوجات بشاب معروف بالخير والجود والكرم، ومن غيثة عاشت معززة مكرمة كيدعو معاها الناس بالخير والرحمة. وهكذا يا حضار كملت قصة الهشالة نصابة وبنتها، قصة كان فيها العقل اللي كيوزن الجبل واللسان اللي كيحل البيبان. طوينا الكتاب وخلينا خبر غيثة وبنتها حكمة كتدور في الراس وكتقول: كاين شملنا رجال بعقولهم طاحوا في الشبكة حيت الطمع كيعمي العيون والحيلة كتقلب عرش ومملكة. وهنا يا سيادي مشات حكايتي من واد لواد، وبقيت أنا مع الناس نشواد.